في دولة 120 مليون واحد. فين ومع مين وازاي؟ الشركة اسمها ايه بالظبط؟ عاملة ازاي؟ مين صاحبها؟ لازم يروح لمحامي مختص. ان شاء الله يبقى في تعديلات قوانين، وانا شايف الدنيا الدوله داخله في كده. يعني ان شاء الله يبقى في قوانين او سن قوانين، وانا يمكن من الجروب هنا بطلب المشرع سن قوانين. يعني نفسي يسن قوانين تراقب على الشركات دي كويس قوي، لان الموضوع بيهدد اقتصاد قومي كمان. خلي بالكم، لان عدم ثقه الناس في الشركات، والمشاكل اللي حاصله، مشاكل العقارات اللي حاصله دي، والمصايب اللي حاصله في العقارات تهدد مشاكل. خلي بالكم يا جماعه، السوق مش وحش، يعني السوق العقاري لا، فيه سيوله كبيره جدا، بس الناس خايفه. الناس خايفه. يمكن طبعا الدوله طبعا اكيد ملاحظه المواضيع دي وشايفه القصص دي اكيد. احنا مش بنتكلم في حاجه سر. الوضع النهارده لا، انت مش اي حد يشتغل في العقارات، لازم حد يا جماعه يكون معاه فلوس تقيله، لازم يكون معاه فلوس يقدر يبني اساسا، يقدر يسلم، لان الموضوع اخطر من التسليم كمان. الموضوع انت بتحط فلوسك وبعد كده بتشحتها ومش عارف تطولها. وفي ناس ربنا يخلص معاهم، وفي ناس بتستحل اي حاجه حرام، والله عادي جدا، ما بتفرقش معاهم. وانا قعدت مع ناس زي دي بالمنظر ده، كنا في مفاوضات عشان ناخد نص فلوسنا، مش هقول لك فلوسنا. عشان كده لما بقول يا جماعه اشتروا في الغالي، يعني انا منزل تحذير من قيمه يومين، واخد بقول يا جماعه مثلا اسعار الامطار، مرحبا استاذ محمد ربنا يخليك، اسعار الامطار مثلا في بيت الوطن ما تقلش عن 6.5 في التجمع، بالنسبه للتجمع عشان بس ما نخلفش المواضيع، وما تنزلش عن 9 في النرجس. ده اللي هينفذ وهيسلم. هنتكلم النهارده على النهارده ازاي تشتري وحده اداريه او وحده تجاريه، يعني محل، او تشتري مكتب، او تشتري عياده. وعايز تشتري ليه؟ وعايز تشتري على اساس ايه؟ والنهارده الفلوس اللي هتحطها في الحاجات دي هترجع لك ازاي؟ وهل العائد يغطي القسط ولا مش هيعرف يغطي القسط؟ فهتكلم معاكم على الحسبه العاديه وعلى حسبه التضخم. هتكلم معاكم على حسبه عاديه وحسبه التضخم، بس الاول نبتديها تلاته كده. انا مستنيكم بس ايه؟ مستني بس الناس تخش اكتر عشان الموضوع ده مهم جدا. طيب النهارده انا نازل بشتري النهارده وحده اداريه او محل او عياده. انا النهارده بشتري ليه؟ بشتري عشان استثمر، ولا بشتري عشان هفتح مثلا المكان ده، ولا هشتري عشان الاتنين؟ ممكن افتحه وممكن اجره. طبعا اغلبيه الوقت العيادات والمكاتب الاداريه والمحلات بتتاجر، والاغلب المحلات طبعا. فهقول لكم على كام نصيحه بقى. اول حاجه يا جماعه، اول حاجه مهمه جدا لازم تفهموها، الف ب شراء في مول. المول مش مبنى، المول مش مبنى، مش شكل مبنى حلو. المول اداره تشغيل. ركزوا في الجمله دي كويس جدا. اداره تشغيل. يعني ايه اداره تشغيل؟ يعني حضرتك انا مين حد هيعرف يشغل المول؟ ولا هتعمل لي مبنى حلو قوي بس للاسف الاداره زفت، فللاسف المول يقع واسعاره تهدى. وخلي بالكم اللي بيتحكم في اسعار المول على عكس الشقق خالص. الشقق ده موضوع والمول ده موضوع. يعني الشقق اللي نزل سعرها مثلا يكون التشطيب مش حلو، ممكن يكون برضو التشطيب على قده شويه، ممكن يكون في مخالفات. لكن المول لازم تبقى فيه اداره تشغيل يا جماعه مختصه بالقصه دي كلها. يعني تشغل لك المول ازاي؟ يعني مثلا لما تيجي نبص على السوق القديم في الرحاب، على فكره المباني شكلها مش واو، شكلها عادي جدا. ده سوق بقاله 20 سنه او 30 او داخل في 30 سنه كمان، 25 سنه بالظبط السوق ده. لكن اداره تشغيل طلعت مصطفى عارف يشغل بالملي نخليها على الشعر. هتخش السوق القديم تحس ان انت ماشي اكنه السوق القديم ده لسه امبارح مفتوح. فاهمين قصدي؟ فاولا قبل اي حاجه لازم تفهمها، المول مش مبنى. المول انت ازاي هتشغله؟ مين هيشغل المول ده؟ ممكن يبقى المول شكله مش حلو
بس اداره تشغيل نار. وممكن يبقى واو من بره بس اداره التشغيل من جوه وحشه جدا. ممكن يبقى لوكيشن حلو والمول شكله حلو واداره التشغيل سيئه يقع المول كله. لازم احكي لكم ظروف القضيه دي، وهحكي لكم على حاجات تانية برضه حاصله في السوق كل ياخد باله منها، عشان انا بصوا يعني يا جماعه ياما حذرت ولسه بحذر ومش عارف افضل احذر لحد امتى، ودي مشكله كبيره. اولا مذكره الرفاع دي كانت خاصه بقضيه فسخ. تمام. قضيه فسخ يا جماعه، الشركه كانت طبعا معاها مستثمر، المستثمر اتاخر اكتر من 2.5 ومش عايز يسلم. يعني هو ابتدى قرب لسه يفنش العماره ومش عايز يسلم. وعلى فكره هي في النرجس الجديده، يعني ما تقوليش مشكله بقى تسليم ارض زي مثلا بيت الوطن والكلام ده كله، لا هي في النرجس وارض مستلمه من فتره كبيره. وللاسف المستثمر طبعا تعنت في القصه دي، في قصه تسليم الناس. طمع زي ما في شركات كتير للاسف تحت السلم ابتدت تطمع في حاجه الناس. ودايما انا بقول كده مقوله مال الناس كالناس زي ما بيقولوا كده، هتطمع في حاجه غيرك هيجي لك بلوه من حته ثانيه. خلي بالكم من النقطه دي كويس جدا. ياما اتكلمت عن النقطه دي كويس جدا في الموضوع اللي انت تشتري من مين دي مصيبه كبيره من ضمن المصايب اللي احنا بنقع فيها. انت بتشتري وبتدور لي على سعر، مع ان بتبقى بينك وبين الحلو بسيط قوي. لما تيجي تلاقي فروق الاسعار ما بين مثلا شركه حلوه قوي كبيره ومحترمه ما بين شركه تانية، تلاقي الموضوع على 5 6 سنين لما يتفرد الموضوع بيبقى سهل. ربنا يبارك لي فيك يا استاذ فريد، ده انا يا فندم ليا الشرف. ربنا يبارك لي فيك يا حبيبي، ده انا اتشرف. ربنا يبارك لي فيك ان شاء الله معاك اهو. فمبدئيا يا جماعه في كام نقطه كده بس عشان يبقى عندكم كام خلفيه في النقط دي. موضوع الفسخ او موضوع زي ما انا اتكلمت برضه من يومين على موضوع الفسخ او موضوع وقف الاقساط، لا حد يقدر يفسخ لك عقد بمزاجه، ولا حد يقدر يقول لك اصل انا هبيع الشقه وعقدك اتفسخ وتعالى خد فلوسك. ده مش هيحصل، ده لو عمل كده هيتحبس. تمام. ولا يقدر حد يفسخ لك، يعني يفسخ العقد القائم دي عشان الناس بس مش فاهمه الكلمه دي، معناها دي قضيه، لازم قضيه ولازم حكم قضائي بالفسخ او بالانفساخ. طيب مبدئيا خلي بالكم من كام نقطه اللي هقولها لكم ديت عشان برضه تفوقوا من الحتت ديت. وقف الاقساط، محدش يوقف اقساط حتى لو المطور اتاخر. محدش يوقف اقساط. قبل ما توقف اقساط لازم تاخد اجراء قانوني الاول. تمام. دي نقطه مهمه جدا. مفيش حاجه اسمها وقف اقساط مع نفسك. انا بحذر اهو عشان هتبقى انت المخل حتى لو هو اللي اخل، فما تدخلش نفسك في دربكه. عايز اقول لكم ان في ناس طبعا للاسف، انا زي ما قلت كده في بروكر للاسف يعني عديم الضمير بيعشم العميل، يقول له يلا بينا يلا شهرين وهبيع لك الحاجه و3 شهور وهبيع لك الحاجه، وهوب العميل دخل في شقه 100 متر و200 150 متر ب 20 و25 مليون جنيه وهو معهوش منهم اصلا مليون جنيه حتى. يا نهار اسود. فلبس فاتضح اللي لبس في مصيبه كبيره، ويجي في الاخر يقول لك هفسخ. طب هفسخ النهارده 10% من قيمه الوحده كلها، يعني هيبقى مطالب عليه فلوس. والناس بعد كده تيجي تقول لك اصل البروكر هو اللي لبسنا في حيطه. لا مش البروكر، انت طماع. انت طماع. انت قبل ما تحاسب اللي هو، معلش انا اسف في الكلمه، اللي اشتغلك حاسب نفسك. انت طمعت. دي المشكله الكبيره. خلي بالكم من النقطه دي كويس جدا عشان في ناس كتير وقعت فيها. كنت المفروض في شركه رايح اراجع عقد فيها والدنيا تمام وماشيه، الورق قدامي سليم. ركزوا في الكلام ده، الورق قدامي مفيهوش مشكله. تسلسل توكيلات، والارض كانت في جنوب السويس، يعني الارض كلها كاش. اتفاجئنا ان الشركه دي مغيره حوالي 5 6 اسماء قبل ما تشتغل في التجمع، وعندهم مشاكل الدنيا. واساسا صاحبها مش هو اللي مكتوب في السجل، صاحبها مستخبي كده من ورا ستاره وجايب زي هنقول زي كحول، زي اي حاجه اي انت تفهموها. جايبين باترينا كده بس حاطينها في السجل عشان الراجل اللي عمل المصايب او اللي عمل الشركات الوهميه اللي قبل كده وعمل مصايب وما سلمش ناس، وناس ما استلمتش من 2008 وحاجات كده جنان عليه احكام ب 105 سنه. انا بس بوريكم الوضع، وكل ده عشان الناس بتسترخص.
الناس بتجري ورا سعر، اصل انا معيش قد غير الفلوس دي اللي اقدر اشتري بيها، وانا قلت وحذرت 100 مره وهقول لكم المره المليون، اللي معهوش يا جماعه، اللي معهوش تمن حاجه كويسه عقار يقدر يشتري مع شركه محترمه، انا بقول له ما انصحش ما يشتريش اساسا. مش معاك تشتري عقار في شركه يكون سيفتي، يكون الشركه دي عندها سابقه اعمال، عندها بالاخر كده عندها فلوس تبني في ظل ظروف سوق متقلبه، ما نشتريش. ركزوا في الكام جمله دولت عشان برضه تبقوا واخدين بالكم من النقطه ديت. المهم هرجع لكم الموضوع تاني. المهم رحنا اكتشفنا الحمد لله، يعني اكتشفنا في الوقت المناسب اللي فيه مشكله في الشركه دي كبيره جدا، وهي كان عندهم 4 5 شركات قبل كده، وكل شويه يغيروا اسم يغيروا اسم لغايه ما دخلوا التجمع ومحدش يعرف عنهم حاجه. يعني في شركات كده الاسماء كده ابتدت تطلع في التجمع محدش عارف دولت مين ولا دولت جايين منين ولا ايه حكايتهم. فمش اي شركه كده ايه يلا بينا نروح نشتري. الناس برضو انا اسف في غشم وفي استنصاح زياده عن اللزوم، وانت يعني مش فاهم ولا ورق ولا فاهم شركات ولا فاهم عقار، وبتروح تمضي على اي حاجه وخلاص. ودي 3/4 المشاكل اللي بتجيلي. ما علينا. اكتشفنا الحمد لله طبعا محدش يعرفها من السوق، شركه جديده، شركه لسه لا حد عارف لها اسم ولا عارف لها سمعه ولا اي حاجه. يعني ابتديت امسك طرف كده خيط كده، فضلت ماشي وراه لحد ما قدرت اوصل ان الشركه دي كان فيها مشكله كبيره كبيره جدا جدا جدا، لدرجه اللي بقول لك اللي صاحبها اساسا هربان وعليه 105 احكام، 105 سنه احكام. انت متخيلين الوضع يعني؟ لحقت الراجل، طب نعمل ايه يا استاذ جورج؟ طب نعمل ايه؟ قلت له والله بص انا القرار بتاعك، انا القرار مش بتاعنا، يعني ما تدخلنيش انا في قصه زي دي. قال لك طب اخد عندهم استلام فوري. قلت له لو منك امشي، لو منك امشي. لما انا كنت زمان بقول مش شرط الاستلام الفوري يكون سليم، ما كانش حد مصدقني. ما ممكن يكون استلام فوري فيه مصيبه محدش يعرفها، يمكن الشقه دي متباع 4 5 مرات تعرف له، يعني محدش يعرف. ما هو لما انت يعني الثقه بتسقط في شركه توقع اي شيء. تمام. معلش بقى اشرب شاي كده بعد اذنكم. فمصمم برضه هو يعني للاسف صمم ان يشوف استلام فوري. قلت له طب بص يا فندم، الاستلام الفوري ده انت تعيش بقى في القصه دي، انا ماليش دعوه. انا بالنسبه لي الورق قدامي سليم اهو، الورق قدامي ما فيهوش مشكله والعماره واقفه. بعت مهندس، المهندس راجل امين جدا، راجل محترم، بيبص على الانشاءات لقى فيها مصايب. قال لك استحاله يكون مهندس بنى العماره دي. الخرسانات، يعني المهندسين اللي معانا في الجروب اكيد عارفين يعني ايه خرسانه معششه. خرسانات كلها معششه والعماره فيها مشاكل انشائيه مش طبيعيه. ما هو لما يكون الكيان كله كده توقع. يعني في ناس، في مستثمرين بانين اي حاجه في اي بتنجان، اللي يخفف بقى من البلاطه نفسها بتاعت السقف، اللي بيخفف مش عارف في انشاءات ايه، اللي بيخفف مش عارف ايه، اللي بيغش في حديد، بيغش مش عارف في اسمنت. ما انتوا مش عارفين. ما هو في حاجات برضه يا جماعه خدوا بالكم منها. في حاجات اولا واخيرا معتمده على المطور، معتمده على ضمير. ركزوا في القصه دي. انت مش هتعرف تخش في ضمير الناس، او مش هتفضل بقى ايه تتابعه وهو بيمضي وبيعمل. ما انت مش مديره، ما انت طول ما الشركه ما فيهاش ثقه توقع اي شيء. المهم راح الباشمهندس اللي راح عين المكان قال لك انسى الموضوع صعب. الشركه قالت لك انا مالناش دعوه، احنا بنسوق له بس ما نعرفوش. طب انتوا ما تعرفوش بتسوقوا لحد زي كده ايه؟ طبعا هم عارفين طبعا كل حاجه، مفيش حد ايه مش عارف بيبيع ايه بالظبط. يعني اللي يقول لك اصل انا ما اعرفش واتفاجئت ده كلام فارغ وكذب يعني. الحمد لله هتلاقي من ضمن الحاجات، يعني مش كل الاستلام الفوري اهو سليم. ده انت ممكن تقع في استلام فوري تلبس في حيطه، عماره فيها مشاكل انشاءات، في عماره فيها مصيبه. حد بيبني راح واكل من القطعه اللي جنبه، دخلت فجاه اتفاجئت ان في قرار ازاله على عقار. تعمل ايه بقى؟ دي من ضمن المشاكل. انا بشتري في الساحل ليه؟ هل عشان اقضي اجازه؟ هل عشان اعمل ريسيل كمان مثلا 2 3 اطلع باوفر وامشي؟ ولا انا شاري في المدينه دي عشان هعيش فيها بعد كده مدى العمر، لان هي مدينه هتبقى متكامله؟ ولا ممكن ما ارتاحش، لان خلي بالكم الكباسيتي هيبقى عالي جدا، كثافه عالي جدا طبعا. انت بتتكلم في مرحله من ضمن المراحل، اعتقد اللاجون، مرحله اللاجون عند ساوث ميد 6200 وحده، فده رقم ضخم.
طبعا طلعت متعودين منه، بيدير مدن على اكمل وجه، مفيش كلمه يعني. طلعت مطور تقيل جدا مفيهاش كلام. بس هي الموضوع كله اذواق، لو لم تختلف الاذواق لورت ايه السلع. طلعت طبعا ليه عميله، ليه زبونه بالبلدي كده. اللي بيخش طلعت اغلبيه الوقت بيبقى عايز يعمل ريسيل ويطلع باوفر. اغلبيه الوقت الاسعار نازله تقيله بالنسبه للي حواليها، طبعا كتير اكتر طبعا شويه، اكتر من اللي حواليها. عايز اوصل لكم نقطه، انت عايز ايه؟ يعني لو انت بتشتري حاجه في الساحل بالذات، لان الساحل مختلف عن القاهره. القاهره انت ممكن تلاقي بدل الزبون 10 عشان تعرف تبيع. الساحل لا، الساحل ليه زبونه. في ناس ما بتحبش الساحل، في ناس تقول لك انا اللي خليني اشتري اجر يا عم، اجر اي مكان في الساحل، مش قصه يعني. اصلا كل موضوع اسبوع 10 ايام اخر يعني، والناس مش هتسيب شغلها وتروح هناك، ولا انت رايح تعيش هناك. شوف بقى الفرق. لان قصه مدينه تقارن مع اي حاجه تانيه هيبقى الموضوع صعب. دي حاجه ودي حاجه تانيه خالص خالص خالص. فانا رايح اشتري في الساحل عشان اعمل انفست، ولا عشان اخليها مصيف ليا وتبقى انفست برضه، ولا رايح عشان بالبلدي كده اطلع باوفر واخلع، ولا رايح اعمل ايه؟ ركزوا في الجمل دي كويس. المشروع طبعا نظره عامه كده على المشروع باختصار صغير قد كده، ده هينقل في مصر في حته تانيه خالص. قلقانه بتشتري فقاعه مش فقاعه. بصي انا هحكي لك اللي حصل ايه في السوق العقاري، يعني مش عايز انقل الموضوع ده بس ايه لا، هنتكلم الاول. سؤال مهم. الفقاعة في ناس، حضرتك عارف ان في امريكا طبعا حدث فيها فقاعة، وناس كتيرة جدا ندم عمرهم ان هم تملكوا في امريكا بعد ما حدث الفقاعة. عايزين بقى للي اول مرة في المشاهدين الكرام اول مرة يسمعوا يعني ايه فقاعة، تشرح لنا يعني ايه فقاعة، ولا قدر الله ما تحصلش لا ابدا في هي مصر. بصي هقول لحضرتك على حاجه، وعلى مسؤوليه الكلام ده مفيش فقاعه عقاريه هتحصل في مصر ان شاء الله. ان شاء الله، بدون مقاطعه يعني. بقيادة ورئاسة حكيمة يا طبعا جماعة، لا يمكن تحدث بإذن الله في مصر، طبعا اطمنوا. طبعا. بصي يا فندم، السوق العقاري المصري ضخم. توضيح بقى الفقاعة يعني ايه اللي لسه مش هرجعها عارفين. لك دلوقتي، هرجعك ليه، بس انا هقول لك ايه اللي عايز اجيبها لك من حته تانيه. بص، الفقاعه اولا انك حضرتك تشتري عقار بقرض من البنك. امريكا اللي حصل فيها اللي انت اشتريتها النهارده عقارات بقروض، تشتري عقار هناك ب 5% وبعد كده تاجريه. لما كتر الموضوع حصل ان في زياده عرض جامد جدا ومفيش طلب. طب انا مش قادر اسدد القروض، ما انا بسدد القروض من الايجار، مش قادر اسدد، فاصبح البنك حط نفس المشكله والعميل حط نفس المشكله، فالعقارات سعرها وقع بالمنظر ده. ودي الفقاعه اللي حصلت. لكن هقول لحضرتك على حاجه النهارده في مصر في 2008 أمريكا عانت 2008 من الفقاعة طبعا العقارية دي، وتضرروا جدا طبعا علشان أمريكا غيرنا طبعا. طبعا احنا ما بص اقول لحضرتك على حاجه، البلد ليها كالتشر معين، مصر هنا ليها ثقافه معينه. احنا ثقافتنا تملك، خلي بالك. طب بره في اوروبا ما بيحبوش يمتلكوا ذهب على فكره، ما بيحبوش يلبسوا ذهب. انت هنا اول ما تبقى معاكي فلوس يا ذهب يا عقار، مظبوط، يا ذهب يا عقار. تحط السبائك في اصول والعقارات، الابن البار. العقار يوم ما يوم ما بيمرض بيثبت، صح، ما بينزلش ومش أبدا هينزل. أبدا. وانا قلت الكلام ده اكتر من مره. ليه؟ هقول احنا بلد لحضرتك أمن وأمان. طبعا طبعا. موقفك السياسي ممتاز، موقفك الاقتصادي كويس جدا. خلي بالك اقتصاد مصر مش يعني سهل، لا الاقتصاد قوي جدا. خلي بالك أكيد. على عكس ما الناس يعني متخيله وخايفه وبتاع. لا مفيش الكلام ده خالص. عندنا في نقطه ثانيه في الفقاعه، اللي يتكلم عن الفقاعه العقاريه لازم يكون من جوه السوق العقاري. لما يكون حضرتك معناها في الأول إيه؟ معناها لازم يكون عارف بطريقة بسيطة. احاول ابسطها. انت حضرتك النهارده بتتكلم عن الفقاعه العقاريه، انت عارف حضرتك مصر النهارده باعت الساحل، الشركات السنه دي باعت في الساحل بكام؟ بكام؟ احنا معديين تريليون، ما شاء الله تبارك في الله. 300 مليار يعني مليار. 1000 مليار، تمام، 1000 مليار تريليون مليار، دولار، ما شاء الله. تريليون جنيه. تبارك الله. في منهم 300 مليار طلعت مصطفى مشروع ساوث ميد، يعني اللي هي اعتقد اللي هتبقى نقله عالميه نتيجه اهتمام الدوله طبعا بالجزء الغربي من مصر طبعا. لان احنا من افضل 10 شواطئ عالميا يا طبعا جماعه. طبعا الساحل الشمالي معروف ان هو التوبات فور اول اوف ذا وورلد، مش بس في الميدل ايست. بالظبط. وفي شراء وبيع يا جماعه. بصوا يا جماعه، في مشكله برضو. هو الناس بتبصي، الناس بتقول لي تقعد كل شويه تقول لك الاسعار هتنزل، اصل الفقاعه. عارفه ايه المشكله؟ إيه؟ المشكله الناس حصل لهم تشوك، حصل لهم صدمه السنتين اللي فاتوا من الطفره الفظيعه اللي حصلت في اسعار العقارات. في ناس حصل لهم الطفره ديت، سوري التشوك ديت من الاسعار دي، مش مصدقين الاسعار ممكن توصل لكده. وفي ناس تانية دخلت في السوق. للاسف بعض الشركات التسويق، للاسف مش كله طبعا، لان في ناس محترمه جدا كتير، ضللت ناس وقالت له تعالى اشتري دلوقتي عقار وكمان شهرين هنبيعه. مفيش حاجه اسمها كمان شهرين عقار هيتباع.
العقار على الاقل سنه ونص سنتين عشان تقدر تكسب فيه، لان هو استثمار لونج تيرم. اه لونج تيرم مش شورت تيرم. دي حاجه المفروض الناس تاخد بالها منها كويس جدا. تمام. للاسف هو ده بقى اللي خلى الناس ايه تقول لك اصل فقاعه وبتاع. على فكره في ناس لسه لحد دلوقتي عايزين يفهموا توضيح ابسط للفقاعة العقارية. الفقاعه العقاريه بمعنى اصح انت بتشتري مش بفلوسك، بتشتري بفلوس قرض بنك. قرض بنك، قرض بنك مش بفلوس كاش لا 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 بيملكها، خالص. بيقترض وده مش من الحقيقه، البنك. وده مش الحقيقه. تمام. الحقيقه ده انت حضرتك في مغتربين محاولين من بره فلوس. بالعكس اه احنا عايز اقول لحضرتك على حاجه، 20% من الناتج القومي بتاعنا عقارات. اه احنا محتاجين نزود، محتاجين نصدر عقار اكتر من كده. مم. احنا عندنا ازمه في الفنادق، ده انا محدش يعرفها يقول لك فقاعه مش فقاعه. احنا عندنا ازمه في الفنادق والقطاع الفندقي بنسبه 50%. احنا عايزين 50% زياده فنادق، عايزين الضعف الفنادق اللي موجوده دي وضعف الغرف الفندقيه في مصر. عندنا ازمه في دي ومحتاجين نتغلب عليها يعني. وعايزين نركز على القطاع طبعا السياحي، خاصه السكن يعني القرى السياحيه والحاجات دي. انت محتاج تصدري الحاجات ديت مصر بره مصر. يعني انا عندي فكر صغير قد كده، انت زي ما بتعمل ماركتنج بره في شركات او معارض او حاجات زي كده، احنا ممكن نعمل ماركتنج عن طريق الاوتيلات اللي هنا موجوده في مصر، اه اللي في شرم او في الغردقه. اه في اجانب كتير جدا المان وانجليز بيحبوا يزوروا مصر. مم. طب ليه ما نعمل تملكش؟ البروباجندا والدعايه من خلال الفنادق طبعا نفسها، طبعا دي او فكره. التور جايد طبعا المسؤول عن المجموعات نفسها. طبعا يعني طبعا ليه ما تشتريش هنا؟ ليه ما تملكش حاجه في مصر هنا؟ تمام. زي ما انت بتنزل ماشي انفست، انزل برضو كمالك كاونر. ما هو ده برضو تشجيع للسياح. الضمانات اللي ممكن نأمنها، احنا عندك مطورين كويسين جدا هنا في مصر يقدروا يبقوا ناس تراستد بالنسبه لبره. صح. فما فيش خوف على السوق العقاري. خلي بالكم يا جماعه، ما فيش خوف على السوق العقاري خالص خالص. وعلى فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، انت لما حد بتشتري النهارده عقار وما حدش يعرف، ما حد ما يقولش لحد، هو يجي يشتري عقار في مستخبي خالص وحد يقول لحد انا بشتري حاجه، ما فيش الكلام ده. نادر فدايما ايه نادر يعني يقولوا. ده ما بيقولش خالص. انا هم بتكلم حد يقول لك انا بعيش حاجه يخافوا من مش الحسد. بالظبط كده. اه هو كالتشر بتاعنا، الثقافه بتاعتنا. اه فانت مش هتغيري ثقافه احنا عايشينها بقالنا سنين. مم. هو بصي، هو يا عقار يا ذهب. المصري حاطط دماغه كده، ودي كالتشر بتاعنا. على عكس بره، عكس بره تملك الدولار مثلا في امريكا ملوش دعوه، ما بيحبش الذهب. يقول لك انا معايا دولار، الدولار بالنسبه له اقوى من الذهب. كالتشر ناس. حضرتك دردشنا قبل الهوا، قلت لي الاسعار بالنسبه للسوق حاليا قليله، مش هنقول متوسطه او مناسبه، بس حضرتك لا زلت شايف ان الاسعار مناسبه ومش غاليه، لان الفتره الجايه هتعلى العقارات. انا متوقعات السنه الجايه الساحل ممكن نسمع زياده 70% في عن السنه. واو، لانها هتبقى بالعمله هم استلموا خلاص الارض. الاجنبيه، مش هتبقى بالعمله طبعا كمان لا، المصريه. راس الحكمه، مشروع راس الحكمه الامارات استلمت خلاص الارض، فهيبتدوا اعتقد طرح بيع من السنه الجايه. ما شاء الله. وفي طبعا يعني اللي اشترى واللي اشترى هنقدر نفد، نقول له يا جماعه ولسه في ألف فرصه. مليار مبروك اللي اشترى في الساحل او اي مكان في مصر. بالظبط. بنقول له مبروك، لان فعلا الاسعار ما شاء الله، زي ما الاستاذ جورج عبد الله الخبير العقاري وايضا المحامي العقاري بيطمنكم ان باذن الله في توقعاته، كعنده خبره بقى وباع في هذا المجال، بيأكد لكم ان السنه الجايه الاسعار هتزيد بطريقه يعني عاليه جدا مقارنه بالسنه دي. يعني بالظبط. يطمن. النصيحه بقى اللي احنا كل حلقه يعني عموما بنستناها، خلاصة الخبرة بتاعت حضرتك يا مستر جورج كاسم كبير، جورج عبد الله. عندك خبرة كبيرة جدا في مجال المحاماة العقارية. ايه اهم النصايح اللي بتقدمها في نهاية حلقتنا النهارده لكل مشاهدينا الكرام؟ الناس ما تسترخص. بالبلدي كده هقولها لك كده، هين قرشك وما تهينش نفسك في عقار. العقار ما يسترخصوش. لا 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 لا، ما لو تدورش ارخص حاجه. هيدفعوا ويختاروا مكان محترم ومكان صح. كل اماكن مصر محترمه طبعا وجميله، طبعا. بس كل ما هيرتقي وينتقي الافضل كل حاجه، طبعا. ده هيبقى امان ليه، لان الاسعار هتتضاعف من السنه الجايه زي ما حضرتك قلت. بالظبط.